السلام عليكم. وقفنا في الفيديو اللي فات على ازاي بنستخدم التولز، ازاي بننشئ سيرفر سواء كان ويب او لوكال. احنا ما عملناش اللوكال، بس ازاي ننشئ التول والويب سيرفر بتاع الام سي بي. معنا النهارده هنستكمل بقيه الشرح الخاص باللارافيل ام سي بي. فتعالوا نشوف معانا تاني حاجه، تاني capabilities او تاني primitives عندنا هي البرومبتس. البرومبتس وظيفتها باختصار ان السيرفر بتاعك بيكون برومبت، اليوزر بيبعته للايجنت، اليوزر يقدر يبعته لل ام عشان يرد عليه. تمام. ازاي بننشئه؟ عاده احنا زي ما قلنا التول، السيرفر، الريسورس، البرومبت، الاربعه من البي اتش بي ارتيزن ميك ام سي بي داش، سواء سيرفر، تول او ريسورس او البرومبت بتاعنا، وندي له الاسم. فمجرد ما بننشئه بينزل عندي الفايل في البرومبت باسم البرومبت بنفس الستايل بتاع الكلاس الخاص بالتول. هنلاقيه هو تقريبا متشابه لحد ما للبرومبت. اقدر اعدل النيم بتاعه زي ما شفناه، اقدر اعدل التايتل بتاعه زي برضو ما شفنا في التول. اهم حاجه عندنا الديسكريبشن. اوكي، وعندي برضو الفانكشن اللي اسمها هاندل اللي بتهندل اللوجيك بتاعنا. اقدر اعمل الديبندنسي انجكشن، ان انا اقدر انجكت السيرفيس بتاعتي فيها واستخدمها زي ما انا عملت هنا. تمام. نفس التول بشكل كبير، بس عندي اختلاف حاجه اسمها الارجيومنتس. الارجيومنتس انا كان عندي في التول كان عندي حاجه اسمها سكيما. السكيما هي الداتا اللي انا بستقبلها من الاي اي ايجنت، والشيء المقابل ليه عندنا الارجيومنتس في البرومبت بتاعي. تمام. نقدر نفاليديت الارجيومنتس بنفس الطريقه اللي عملنا فيها الفاليديت للسكيما. طبعا هي الارجيومنتس اوبشنال، ممكن تبقى فيه ان انا ابعتها وممكن ما ابعتهاش. تمام. بندي لها اسماء زي ما هو واضح. انا طبعا هنا استخدمنا هناك كان الكلاس كانت بتاعه الجيسون سكيما الخاصه بالكور بتاع اللارافيل. هنا الارجيومنت هنا بستخدم الارجيومنت في اللارافيل ام سي بي سيرفر برومبتس. تمام. فبناء عليه انا بديله التايتل بتاعها او النيم والديسكريبشن بتاعها. اوكي، وهل هي ريكوايرد ولا مش ريكوايرد. وزي ما قلنا الديسكريبشن معانا في اي حاجه في الحاجات اللي احنا بنعملها سواء التولز، البرومبت او السيرفر او الريسورسز، هو مهم عشان بيخلي الاي اي ايجنت يعرف الحاجه دي بتعمل ايه ويقدر يوفقهم على بعض زي ما شفنا الوضع معانا هنا. نفس الشغل 100% بتاع التولز هو اللي هنا. رحنا جبنا هنا الاول كنت بغير ما بين عملتين، انا هنا لا، انا هديله عايز الهيستوريكال ريتس لعمله معينه، هديله الكرنسي قصاد عمله ثانيه السكند كرنسي. والهيستوريكال داتا انا طبعا مدي لها تاريخ، هنا ما كانش، هنا واخده باي ديفولت 7 ايام. خلينا ازودها بس عشان انا لقيت 3 ايام كانوا واقعين في النص، فخلينا هنا هنضيف بدل 7 ايام هنخليها 10 ايام. 10 ايام. اوكي. فهي هتروح تجيب الريتس بتاع الثلاث ايام. انا اعتقد هيفايل الكود عشان ممكن ما يلاقيش الداتا بتاعت الثلاث ايام اللي احنا اتكلمنا عليهم. تمام. الاي اي عايزني استبدل، لا انا مش هستبدله. اوكي، ولا اقول لك ان استبدله خلاص. تمام. وبعمل فور ايتش على الداتا اللي جات لي، وكل داتا انا بضيفها للبرومبت. البرومبت عندي فوق البرومبت الاساسيه. هقول له انت كمحلل المالي للاسواق. تمام. هنلاقي حاجه عندنا هنا ظهرت as assistant. هنا احنا بنقول بندي تعليمه خاصه بال ام اللي هتروح هنقوله انت كمحلل مالي هتنفذ لي البرومبت اللي جاي. حاجه شائعه ومشهوره، انا حقيقي مش هقدر ادي مثال او استخدام، بس هنلاقيها لما تيجي تتعامل مع ايجنت زي جي بي تي هتلاقي فيه الاسلوب بتاع السيستم او يوزر او اسيستنت. الثلاثه اوبشن ده نقول له انت كسيستم بتعمل كذا، المفروض ترد على اليوزر بالشكل الفلاني، او ده السؤال بتاع اليوزر وانت كسيستم كذا او كاسيستنت كذا. تمام. فده الشكل بتاعها. اوكي. فخلينا ان احنا نقول انا عشان اجيب البرومبت بتاعي
هندوس سلاش هنلاقي هنا ظهر لي الام سي بي لارافيل ام سي بي داش دي، بيقول لك الاناليسيس كرنسي. تمام. اول ما دوست عليه انتر طلع فوق قال لي ايه الكرنسي كود الكونفرت فروم الاكس اي يو. ماشي، لا خلينا نقول اليو اس دي. دي اول عمله هنحوله للاي جي بي. دي تاني عمله. ماشي، هدوس انتر. بيلودنج رجع لي داتا هنا. بيقول له انت كاسيستنت هي نفس الجمله اللي عندي هنا، هتانلايز الاي جي بي مقابل كذا، بس هنا مش جايب اسعار عملات. طب تعالوا نشوف الانسبكتور، لان هي دي مشكله دي قابلتني قبل كده برضو معانا في الرافيل، سوري في الكوبايلوت، لكن الانسبكتور كان حل لي او ما كانش فيه المشكله دي. نروح للبرومبت، هنشوف نعمل ليست البرومبتس اللي عندنا. لقيت الكرنسي بالفعل الاناليسيس كرنسي اسيستنت بتاعي قال لي عايز تحوله من عمله ايه؟ قلنا اليو اس دي. ماشي، العمله الثانيه بتاعتي ايه؟ هتبقى اي جي بي. ماشي، هنقول له جيت برومبت. رجع. الرول الثانيه انا عايز بس اتاكد الداتا موجوده. الداتا مش موجوده لسبب ما. هنا الارقام مش موجوده لسبب ما، تقريبا سبب الكاش. نفس الكاش مثلا. مؤقتا هعلق الكاش، يمكن هو السبب. ما اتوقعش الكاش هو السبب، بس خلينا نعلق الكاش ونشوف الريسبونس بتاعي هيرجع كامل ولا هيبقى فيه مشكلة. المفترض الريكوست راح ورجع تاني، ما اتغيرش. الاكس يو مثلا get prompt، هو رجع لي بالريسبونس بس برضه القيمة رجع لي فاضي. طيب هي مشكلة ممكن تبقى في السيرفرز عندي، في بتهندل بترجع الرقم ناقص أو في مشكلة، نرجع نبقى نشوفها بعدين. بس خلينا النتيجة بتاعتي إن أنا جهزت البرومبت بأرقام موجودة عندي هنا، وليكن خليني أملاها بإيديا ونشوف التحليل بتاع الجي بي تي هيمشي معايا ازاي. فخلونا ان احنا كفاية علينا الداتا دي، نقول مثلا 75 ونشوف رأي الجي بي تي هيبقى ايه. خد شوية وقت، لعل المانع خير. لا يكون المشكلة في الانترنت عندي. هو المفترض الرد كان يجي أسرع من كده بكتير. طيب أنا عذر إن أنا سايب الوقت يمشي بشكل طبيعي. يمكن هو التأخير، يمكن السبب إن هو ما جابليش الأرقام الحقيقية بسبب إنه في مشكلة مثلا في بطء في الإنترنت. كمني برفع الفيديو الأولاني دلوقتي أثناء التسجيل، فممكن سحب سرعة الإنترنت شوية. هو دلوقتي بيقرأ الداتا اللي دخلتها على أسعار العملات، ومش محتاج، بيقول أنا مش محتاج external call. تمام. متوقع إن هو هيدينا الترند والكي ليفل والشورت فوركاست. بعد كده أنا هجمع العوائد بتاعتي وهجيب لك simple moving average and basic trend. ماشي، وخلينا نشوف ملاحظات سريعة. البيانات التي أرسلتها تغطي 7 أيام فقط وليست 10 أيام كما هو مستأجر التحليل. البيانات المرتبة زمنيا كده. حسابات سريعة، القيمة الابتدائية كانت كذا.
وهكذا. القراءة الفنية، الترند بتاعنا، الاتجاه العام خلال حركة جانبية مع ميل طفيف، يعني السعر هيفضل متذبذب. بغض النظر عن التحليل الطويل اللي هو قدمه لي، الفكرة ان انا اديته داتا هو قدر على تحليلها. ودي كان فكرة البرومبت. انا بكون البرومبت عندي في السيرفر، ببعته للايجنت، الايجنت بيديني الرد بتاعه زي شات جي بي تي. فسريعا برضو نرجع تاني نبص على بقيه شرح البرومبت. قال لك هنا النيم والتايتل بنعمل لهم كاستمايزيشن زي ما شفنا. الديسكريبشن واهميه الديسكريبشن اتكلمنا عنه. الارجيومنتس والفرق ما بينها وبين السكيما اتكلمنا عنه، هي البديل بتاع السكيما وازاي بنقدر نعمل لها فاليديت. وفي الداتا بتقدر ترجع الايرورز زي ما انت تكستم الايرورز زي ما انت عايز. والديبندنس انجكشن اللي احنا اتكلمنا برضه عنه، بتضيفه في في كونستراكتور يلا في الهاندل. الكونديشنال برومبت ريجستريشن زي الشود ريجستر زي ما حصلت معانا في التول، هي بالظبط موجوده في البرومبت. قال لك البرومبت ريسبونس عندي هيبقى من نوع ممكن يبقى array of text. اوكي. وعندي انت تقدر تستخدم الاز اسيستنت ميثود عشان تؤشر ان الريسبونس مسج دي انها تعامل انها جايه من الاي اي اسيستنت، بغض النظر او ان الرسائل الثانيه هي رسائل عاديه تيجي كانها من اليوزر انبوت. فاحنا بنعرف الاي اي ايجنت ان الاسيستنت دي جايه من الاسيستنت ودي جايه يخلي الاي اي ايجنت يتعامل معاها انه الرسائل الثانيه دي جايه من اليوزر العادي. الحاجه الثالثه والقبل الاخيره هي الريسورسز. الريسورسز هي عباره عن بتعرض داتا من على السيرفر. خلينا نقول ان احنا كان عندنا في الام سي بي بروتوكول لما شرحت قلنا الريسورسز عندي نوعين. عندي حاجه بتبقى زي تمبلت وحاجه بيبقى ريسورس ثابت ان انا بعرض داتا بشكل ثابت. والتمبلت انه في يو ار اي دايناميك زي اي دي مقاله ولا حاجه بنبعته بيجيب الداتا من الداتابيز. اعتقد هما في اللارافيل قال لك الوظيفه هنا دي متداخله مع التولز شويه، فهنخلي ريسورس المثال اللي اتوضح في الدوكيومنتيشن هنا ان الريسورس بتعرض داتا ستاتيك شويه. اي نعم هو وضح ان ممكن تعرض داتا دايناميك بتقوم بنفس وظيفه الريسورسز اللي احنا شرحناها في الام سي بي، بس هنا المثال كان واضح انه بيجيب الداتا. طب هم استخدموها في ايه؟ اللارافيل في اللارافيل بوست استخدموها في الدوكيومنتيشن. وانت شغال على اللارافيل فيرجن معين بتحب تعرف حاجه معينه جوه الدوكيومنتيشن، هو من خلال هو استخدموا فيها الريسورس جوه اللارافيل ام سي بي. طبعا عشان نكرر زي ما قلنا بي اتش بي ارتيزي ميك كولن ام سي بي داش ريسورس، بعد كده نحط اسم الريسورس بتاعنا. وبعد كده لما ننشئ ريسورس او ننشئ تول او ننشئ البرومبت لازم نخش على الفايل بتاع السيرفر زي ما قلنا في الاول. فايل السيرفر مش مفتوح. فايل السيرفر لازم نحطه في البروبرتي بتاعتي. لو تول بعرفها هنا، لو ريسورس هعرفها هنا، لو برومبت هعرفها هنا. خلاص انشأنا الريسورس بتاعي، عرفته في السيرفر بتاعي. عايز اكستمايز التايتل بتاعه او النيم بتاعت الريسورس بتاعتي او التايتل بتاعها. واهم حاجه الديسكريبشن، هنكرر ديسكريبشن مهم جدا للاي اي. المضاف على الريسورس مش موجود، البروبرتيز اللي مش موجوده في باقي البريميتيفز الثانيه اللي هي التول او البرومبت، هو عندنا الميم تايب. الريسورس بتاعتي هترد عليها بميم تايب، انا بنقدر نحدده البروبرتي اللي اسمها ميم تايب. واقدر احدد اليو ار اي، هي دي حاجه تخص قوي الام سي بي بروتوكول او الام سي بي سيرفر نفسه، انه بيحدد ده اليو ار اي بتاع الريسورس بتاعتي. انت مش هيبقى ليك اكسس عليه قوي او ليه استخدام بالنسبه لك قوي. تمام. تعال نشوف الاكزامبل اللي احنا عاملينه. الريسورس كرنسي ام سي بي اف اي كيو، انا عامل مجرد اسئله اف اي كيو. دي ديسكريبشن ان هو الريسورس ده هو مصمم عشان يانسر على الكويشنز اللي ريليتد ليه الكرنسيز ام سي بي. الام سي بي اللي احنا عاملينه provide detailed insight explanations and example about how the currency exchange and analysis module operate and integrates with within the system. تمام. ده الديسكريبشن بتاعنا. اوكي. واليو ار اي بتاعنا انا اخترته يبقى كده. الداتا اللي انا برد عليها بمارك داون ام دي، وكل شغلته لما هننادي على الريسورس ده هو كله على بعضه هيروح للفايل ده، او لما انا هسال سؤال للايجنت هيروح للفايل ده هيشوف السؤال بتاعي. الفايل ده موجود في الاستورج
في الاستورج فين؟ في سؤال هنا، هناخد السؤال وهنشوف رده عليه هيبقى موجود هنا. انا ضايف اسئله، مجموعه اسئله بشكل عشوائي، طبعا هو ده جنريتد باي اي اي شات جي بي تي تحديدا. مخليه يطلع لي فايل بيجاوب على اشهر اسئله ممكن تتسال في الحته دي، وهناخد سؤال قريب منه وهنضيفه الاي اي ايجنت ونشوف. بس خلينا نرجع. يقول لك ريسورس ريكويست عندنا هنهندله برضو الفانكشن اللي اسمها هاندل. بنقدر نعمل ديبندنسي انجكشن سواء في الكونستراكتور او في الهاندل. تمام. عندنا الكونديشنال ريسورس ريجستريشن اللي هي شود ريجستر، اللي هي التاني بنقول زي الاوثرايزيشن، نقول امتى دي تشتغل وامتى ما تشتغلش. الريسبونس بتاعي بيبقى تكست او بلاب. تمام. والبلاب اوتوماتيك هي هتعدل على الميم تايب. ماشي. او احنا محتاجين نرجع نحط الميم تايب بتاعتي في تبقى مظبوطه عشان تقدر يفهمها الاي اي. ولو عندي ايرور في الريسبونس عندي هنرجع الريسبونس. بس خلينا نستعرض الام سي بي انسبكتور. هنروح على ريسورسز، هنليست الريسورسز. زي ما قلنا الريسورس تمبلت هي مش موجوده للاسف عندنا في اللارافيل. فالريسورس هي انسبكتور، لما دوست عليها رجعت عندنا الداتا بالشكل ده، وده الفايل كله مضغوط. ماشي. كام دي. خلينا حتى هنرجع هنا ونشوف في المور. هنا في 2 تولز واحد برومبت و براوز للريسورسز. الريسورس جاي معاه مظبوط وجايب الداتا مظبوطه هنا معانا. ده يدل ان هو السيرفر بتاعنا معرف الريسورس بشكل مظبوط، والمفروض انه يخش يقرا الفايل ده ويجيب لي الاجابه بشكل سريع. بس ما علينا كده. احنا اتكلمنا عن التولز والبرومبت والريسورسز وازاي نعمل سيرفر ويب. السيرفر لوكال مش هيختلف نهائيا غير في التعريف الراوتس بتاعتنا. بدل ما نقول له ام سي بي ويب هنقول له لوكال. هتيجي عندي نقطه اخيره. احنا كنا عمالين نتكلم في الاوثرايزيشن، ان احنا نقدر نقفل التول دي او البرومبت ده او الريسورس ده على اليوزر محدد. طب ازاي انا اصلا اوثنتيكيت؟ الاوثنتيكيشن المدعوم من لارافيل ام سي بي عندك اتنين، ومش هما اتنين، هما 3 طرق. الطريقه الاولى باسبورت، الطريقه الثانيه سانكتم، الطريقه الثالثه هو الميدل وير اللي هي بتشمل الاثنين، لان هما الاثنين بيشتغلوا في الغالب من خلال الميدل وير. فانت ممكن تعمل ميدل وير وانت اوثنتيكيت مانيوال بايدك، انك حاطط كي ستاتيك كي انت اللي بتقارن بينه. مش افضل طريقه، بس احيانا بنحتاج نعمل كده. في لارافيل رشحوا انك تستخدم الباسبورت عن السانكتوم في الحاله دي، لان هو ده الشيء الريكومندد لاوثنتيكيت اي ام سي بي سيرفر في الويب سايت بتاع الام سي بي نفسه، او الموديل كونتكست بروتوكول. تمام. فهم في اللارافيل دوكيومنتيشن وضحوا انه يفضل انك تستخدم اللارافيل باسبورت، لانها هي الفرق بين اللارافيل باسبورت والسانكتم. سانكتم هي بتمبلمنت الجي دبليو تي، انما لارافيل باسبورت هي بتمبلمنت الاو اوس 2، وده الديفولت او الريكومندد بروتوكول للاثنتيكيشن في الام سي بي. فهنا اداك طريقتين، هي اللي هتسطب نسخه جديده من، لو انت مش مستخدم اللارافيل باسبورت هتسطبها جديد. لو مش مسطبها وانت بتستخدمها فعلا، انت هتضيف عندك، هتضيف كل اللي محتاجه، هتضيف الام سي بي كولن اوس راوتس، هتلاقيني انا ضايفها بالفعل. تمام. وهتضيف الميدل وير الخاص بالاوث اي بي اي. مجرد ما هتسجل او مجرد ما هتضيفه بالوضع ده اوتوماتيك مع اي كوميونيكيشن مع الام سي بي انسبكتور او مع الجيت هاب كوبايلوت او كلود، هيطلب منك انت تو اوثنتيكيت. هيطلع لك بوب اب يدخلك على اللارافيل. انا حابب ان احنا هنخوض التجربه بايدينا، بس خلينا نقول بعد بس ما نسطب الباسبورت بتاعتنا ونحط الكود او السطر بتاع الراوتس بتاعتنا، هببلش الفيوز بتاعت الام سي بي لوجن عشان تطلع الشاشه ويقول له ابروف للوجن. هتروح برضو محتاج في الباسبورت في الاب سيرفيس بروفايدر هتقول له اوثورايزيشن فيو بتاعي هيبقى هو الام سي بي اوثورايز. بعد ما بتعمل ببلش بينزل لك الفايل ده، هنروح نشوفه. هنلاقي في الفيو
هنلاقيه في الام سي بي، هنلاقيه الاوثرايزيشن، ده الفايل اللي منزلاه اللارافيل عشان يأوثرايز اللوجن للسيرفر بتاعنا. بس قال لك هنا لو حابب تستخدمه على existing passport installation، كل اللي هتضيفه بس هتضيف دي معاك، عشان وحابب انك تستخدم الام سي بي يوز في السكوب هتستخدمه معاك. تمام. امتى تستخدم الباسبورت والسانكتوم؟ قال لك هي بتديبند على احتياجاتك انت الشخصيه. انت شوف هل الموضوع محتاج معاك الباسبورت ولا محتاج سانكتوم. بس بشكل عام احنا عارفين الباسبورت او الاو اس 2 هي بتسبورت للوجن للثيرد بارتي، وفي الحاله دي ما فيش مثال اقوى من ان احنا بنلوجن بالثيرد بارتي من خلال انه اي اي ايجنت عايز يلوجن عندك، فانت هتخليه لوجن عندي على السيستم بتاعي عشان ادي له اوثرايزيشن انه يستخدم السيستم. فده المثال الصريح للاو اس 2، فيفضل ان احنا نستخدم الاو اس 2. بس الموضوع لو يمشي معاك بتوكن هتاخده وتحطه جوه الايجنت بتاعك عشان يستكمل الكوميونيكيشن هيستخدمه عادي. وهنا اتكلم عن السانكتم. هو الفكره بالظبط، بدل ما تقول له اي بي اي هتقول له سانكتم، او هتستخدم الكاستم اوثنتيكيشن بتاعك، وهتبعت الكود بتاعك في الاوثرايزيشن مثلا مانوالي، وتتشيك عليه جوه ميدل وير اللي انت عايزه. الاوثرايزيشن قال لك الاوثرايزيشن انت ممكن تنشئه بالشكل ده. بس خلينا سريعا نشوف الاو اس 2 هيشتغل معانا ازاي. هو الفكره ان انا اعمل لوجن مره، فخلينا ان احنا هنستوب السيرفر. انا لو غيرت اسمه هل هيحصل حاجه؟ خلينا تمام. هقول له ستارت راننج. قال لي الام سي بي سيرفر ديفينيشن كده عايز يوثنتيكيت لللوكال هوست 8000. هتقلاو ولا تديسقلاو؟ هقول له قلاو. ماشي. قال لي انا مسجل عندي مره لا، هنقول له ساين انذر اكونت. هيفتح لي، هيقول لي دخل اليوزر نيم والباسوردز. انا عشان كده منزل الجيت ستريم والفورتيفاي. لوجن. اللي حصل هنا ايه؟ ماشي. لما سجلت دخول اوتوماتيك عمل ريدايركشن على ده. قال لي هو المفترض كانت تجي لي شاشه الابروف، بس انا عامل لها ابروف قبل كده، اللي هي انت زي اللي بتجي لنا على جوجل. هل انت تقلاو ان احنا اللوجن بالداتا دي على السيرفر الفلاني او على الاب الفلاني؟ فقلت له قلاو. هيعمل لك ريدايركشن على الشاشه دي اللي هي بتاعت فيجوال ستوديو كود، عشان يحط التوكن اللي هيجي له في الشاشه دي، ونقول له اوكي. فتح هنا، افترض حط هنا طالما راننج بقى شغال، والدليل على انه شغال هنقول له سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري. ماشي. شوف هيقول لنا ايه. المفترض انه يروح للسيرفر بتاعنا. بالفعل هيروح للسيرفر بتاعنا وهنقول له allow، والدنيا هتبقى شغاله. قبل ما اعمل الاوثنتيكيشن، قبل ما كنت بعمل الاوثنتيكيشن ده ما كانش بيرضى، وكان هيجيب لي ايرور، والسيرفر هيعمل ستوب اوتوماتيك. تمام. قال لك الريال السعودي هيساوي 12 جنيه 66 قرش جنيه مصري. تعالوا نشوف على الانسبكتور هتبقى شكلها عامله ازاي، عشان انت بتديباج على الانسبكتور اكتر. هنروح للانستنتيكيشن. هنروح للاوس دي. اوكي. هكلير الاوس ستيت. ماشي. هو طبعا هنا بقت فاضيه، بقت اوثنتيكيت. هبتدي هقول له الاوثنتيكيت، فهدوس على كلمه كونتينيو. هيروح يعمل ديسكفر للميتا داتا، فيقول له بيروح عندنا للسيرفر، فالسيرفر بيرد عليه هيقول له السكوب بتاعك هو الام سي بي يوز، وشويه الحاجات بتوع الباسبورت اللي تم مع الباسبورت هيبقى عارف الحاجات دي اكتر. هقول له كونتينيو تاني. هيروح هيريجستر الكلاينت، او هيشوف الكلاينت هو اللي معمول له ريجستريشن ولا لا. فرجع قال لك رجع الداتا. هقول له كونتينيو تاني. ماشي. قال لك خش على اللينك ده عشان تأثورايز الانسبكتور، فانا هفتح اللينك. اوكي. هو طبعا راح وانا كمان عامل له قال قبل كده، فرجع. ده الكود اللي المفترض اديه للانسبكتور، احطه هنا. ده طبعا كله تم بشكل آلي على الجيت هاب كوبايلوت. هقول له كونتينيو. هو اتاكد دلوقتي عايز يجيب التوكن.
اوكي هيروح يجيب التوكن من اللينك ده. طبعا اللينك ده كله بيصنع بسبب ده، خلي بالك انت هنا ده يبقى مظبوط، هنا ما كانش موجوده 8000. عملت اوثنتيكيت فالدنيا بقت اوثنتيكيتد مظبوط. تمام، هنروح على ريسورس، هعمل كلير ليست، جات لي ريسورس. طب لو الاوثنتيكيتد دي لو هعمل لها كلير، هروح مثلا على التولز دي، هعمل كلير ليست، عمل ليست كلير، هعمل بس ريفرش. ماشي، هو ريفرش، هو ما شافش السيرفر نفسه، مش هيقدر يخش غير ما اعمل اوثنتيكيت تاني. اوكي ماشي، هنا اداني ايرور عشان ما فيش 8000. هنعمل 8000 كونكت. ماشي، حط هو منه كان حافظ البيانات، وده يمكن السبب ان هو كان حافظ البيانات او ان انا مستخدم دي، فانا هشيل دي مثلا. اوكي شلت دي، وهعمل الاوس كلير ستيت. انا بلعب ليه طيب؟ هيجيب برضو الداتا، هو تقريبا حافظها في مكان ما في الداتا، فحتى لما عملت ريفرش هو كان عملت كونكت، فعمل كونكت على طول. انا ما عملتش كونكت، هعمل اوثنتيكيت، مفيش اوثنتيكيت. اوكي هنوبن اوث سيتنج، هعمل كونتينيو، قال لي في ايرور. طيب هعمل 8000 على طول، اغلط فيه عشان كده عمال احذركم. هقول له كونكت، برضو في اوكي بروسيسنج اوث كول باك اوتوماتيك، عمل الانسبكتور حافظ عندي الاوثنتيكيشن بشكل ما او باخر، فهو عشان كده ما بيعديش. هو لو انا مش مدخل اوثنتيكي الاوث مبدئيا مش بيخليني اكسس على دول، والسيرفر نفسه هيديله ايرور 405. تمام، سريعا كده نقول ان احنا خلاص شفنا ان احنا ازاي بنتعامل مع الام سي بي سيرفر، سواء بقى من اي اي ايجنت حقيقي او من الام سي بي انسبكتور. اتعرفنا ان احنا ازاي ننشئ سيرفر سواء لوكال او ويب، استخدمنا الويب اكتر. عرفنا نعمل ازاي تولز، عرفنا ازاي ان احنا بنعمل برومبت، ازاي نعمل ريسورس، ازاي بنوثنتيكيت بالباسبورت، ومسموح لنا ان احنا نوثنتيكيت بسانكتم او اي ثيرد بارتي ميدل وير. اتعرفنا ان احنا بنعمل السكيما بتاعتنا للتولز والارجيومنتس البرومبت. عرفنا الريسبونس بتاعنا عباره عن 4 حاجات: تكست، ايرور، نوتيفيكيشن، وممكن يبقى array اوف تكست او array اوف اي حاجه، والايرور. بس فتقريبا احنا غطينا كل ما يخص اللارافيل ام سي بي. اسف انه ممكن الفيديوهين ممكن يبقوا طوال شويه، وصلوا ساعه او اكتر، بس حقيقي كنت حابب اغطي اللارافيل ام سي بي لانه حاجه اساسيه معانا لا يمكن ان احنا نستغنى عنها في المستقبل، وهتبقى زي الاي بي اي الريستفول. احنا لازم اي بروجكت بنعمله لازم نعمل له ام سي بي سيرفر معانا. شكرا ليكم، واتمنى ان انا اكون اضفت لكم ولو معلومه بسيطه. لو في اي استفسار هبقى سعيد جدا ان انا استقبلها منكم على الرسائل، سواء على لينكدين او على الايميل بتاعي. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.